اقسم بالله الاتحاد الدولي لكرة القدم يخترع قانون جديد عشان خاطر انيك زي ما اخترع قانون قبل كده بسبب احمد شوبير في كاس العالم ايطاليا 1990 لما كان كل كرة بترجع لاحمد شوبير يمسك الكرة فبيضيع الوقت. فالاتحاد الدولي عمل ايه؟ قال لك خلاص اي كرة ترجع لحارس المرمى ومسكها يبقى فيها ضربة حرة غير مباشرة. المفروض الاتحاد الدولي يعمل كده، اي فرقة تستحوذ استحواذ سلبي زي كرة اليد استحواذ سلبي لمدة دقيقتين فهو العكس على طول. ده اللي بيعمله انريكي، استحواذ بدون اي فايدة، لدرجة انت في الشوط الاول المنتخب الاسباني ما وصلش، والحمد لله طبعا ما وصلش للمنتخب المغربي بكرة واحدة فقط. الكرة اللي اتلعبت خلف نايف اكرت ووصلت لاسينسيو والحمد لله ربنا عمى عن الجول. اما المنتخب المغربي في الشوط الاول حدث ولا حرج. انت عندك بيتكلم على بوفال في اخر 5-6 دقايق من الشوط الاول الراجل قدر يعد ويمر ويعرض كمان، ولكن برضه نايف اكرت كان يقدر يسجل الكرة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وبرضه بعدها بدقيقة بالظبط عمل نفس